الإذاعة الوطنية التونسية. سمعنا أحلى البرامج وسمعنا أجمل الأصوات. نجوى إكرام، محمد حفظي، مليكة بالخامسة وأسماء كل هذا غريض من فيض. إذاعتنا العزيزة الغالية، إذاعتنا الوطنية، مباشرة من الاستوديو المركزي للإذاعة الوطنية التونسية، استوديو 5. زابينج ماذا بينا يقف ديما عند الموجة نتاعنا، موجة الإذاعة الوطنية. تسلم عليكم تونس. أكيد هذا موجه إلى مستمعينا خارج الحدود، خصوصا اللي يسمعوا فينا ويسمعوا في برنامج على الوطنية اللي تعودوا عليه في العادة في استوديو خارجي في مكان ما، لكن اليوم المكان ما هو الإذاعة، لأننا باش نتحدث عن الإذاعة اللي تنقل التحايا وتنقل الأخبار وتنقل التفاصيل وتخلي التونسي ملتصق أكثر بالإذاعة نتاعو وبالوطن نتاعو. نعمل لمحة على الإذاعة اللي كان التونسي وقت يخرج لبرا يشتاق تونس ويشتاق صوت تونس، ويبدأ يلوج في المذياع الكبير ويبدأ يدور في اللبرة بشوية فماشي ما يلقى هنا تونس. هذه هنا تونس كيفاش كانت تطورت الأمور إلى أن وصلت أنه نجم تسمع الإذاعة وتشاهدها في ذات الوقت وتأخذ المعلومة، والمعلومة محينة كذلك. 6 جوان 2023 غادرنا لمكان أفضل خونا وزميلنا والعزيز على قلوبنا، بلبل الإذاعة اللي حبها وهو مستمع وعشقها وهو واحد من أولادها. هذه مساحة إذاعية للوفاء والذكرى، هذه لمسة وفاء وتكريم من أسرة الإذاعة التونسية لروح بلبل الإذاعة نبيل بن زكري. ربي يوفق الإذاعة التونسية، احنا نمشيو وتقعد كان الإذاعة التونسية ولن تبقى إلا مواقفنا وانتصارنا للحق. عادة نخاطب الأحياء، لكن في لحظات الحنين قد نخاطب من أرهقنا الشوق إليهم بعد رحيلهم عنا. لهؤلاء نقول: رحم الله أرواحا لا تعوض ولا تولد مرة أخرى. رحم الله ضحكات لا تنسى وملامح لا تغيب عن البال وأحاديث اشتقنا لسماعها. رحم الله من عشنا معهم أجمل السنين وهزنا إليهم الحنين. رحم الله كل روح غالية تحت الثرى. رحمكم الله يا من أحببنا ولا زلنا نحب. نبيل بن زكري صاحبي وأخويا وعشيري، عشرة تقريبا 30 سنة، الله يرحمه. بمناسبة الذكرى الأليمة هذه، مرور عام على وفاته. بالحق نبيل بن زكري معناها جزء مني بصراحة. عشنا أحلى الذكريات أنا وياه، تقريبا 6 أو 7 سنوات بث مباشر، برنامج عندما يأتي المساء وبرامج أخرى تعتني بالمسرح وبالثقافة. نبيل بن زكري أيضا في مصلحة الدراما 10 سنوات أيضا، هو كرئيس مصلحة الدراما وأنا كنت مساعد رئيس مصلحة الدراما، إلى جانب العلاقة الإنسانية الكبيرة برشا أنا ونبيل. يعني نبيل عائلته وعائلتي عائلة واحدة. نبيل يحب أمي برشا وأمي تحبه برشا، الله يرحمها، يرحمهم الزوز شو الدنيا كيفاش، وعائلتي الكل يحبوه وتألموا برشا لوفاته. زوجته لميا أختي ذيك العزيزة الغالية وصديقة زوجتي، أبناء إيمان وأحمد نبيل. معناها ذكريات قد ما شوية على علاقتي بنبيل. الخو اللي في أسبوع أو نهارين بعد زواجك في شهر العسل تلقى نبيل ولميا موجودين في النزل اللي أنا مقيم فيه أنا وزوجتي. عشرة معناها مش نقول لك معناها أخوة. أنا فقدت خو من خواتي وخلى بلاصة كبيرة برشا. توا نحكي على الجانب الآخر إعلاميا، خلى بلاصة كبيرة برشا في استوديو 5، كبيرة برشا في استوديو 2 وقتها البث المباشر، واللي مش أيا كان ينجم ينجح في البث المباشر. نتذكر سهريات وليالي، نتذكر برامج مباشرة وصعوبات وغصرات وفجعات، ونبيل كان يخرج منها بسلاسة كبرى. وما يميز نبيل انه بالحق العباد تحبه كصوت اذاعي، كحضور.
يبقى أنه نبيل اللي نتألم له أنا جدا، بون الأعمار بيد الله طبعا، لكن اللي نتألم له أنه نبيل كان يرجع لروحه برشا. يمكن هذاك كان سبب الناس اللي ما تعرفوش، أنا نعرف جزئيات الجزئيات. نبيل كان كي يتغشش يرجع على روحه برشا، يمكن هذاك اللي خلف له الأمراض هذيك المتعددة اللي كانت سبب في وفاته. صحيح تعددت الأسباب والموت واحد، لكن الله يرحمك يا نبيل تقعد ديما في القلب. عمري ما ننسى صديقي وأخوي نبيل بن زكري، عمري ما ننسى لميا والأولاد ربي يفضلهم، وإن شاء الله أحمد نبيل وإيمان يكونوا هما أفضل معوضين النبيل. الله يرحمه نبيل. إن شاء الله في العواشر هذه إن شاء الله نحن على أبواب عيد الأضحى وعلى أبواب عرفات، إن شاء الله يا ربي الدعاء موجه الروح الطاهرة الطيبة، وربي صبر ميمته، ونلتقي إن شاء الله نتمناه في الجنة إن شاء الله. محلاها الدنيا بوجود ناس تحبك وتهتم بيك وتخاف عليك وتسامحك وتحس بيك وتساندك. الكلمة الحلوة صدقة. نبيل بن زكري الله يرحمه عرفته بصوته قبل ما نعرفه، قبل ما نراه في الإذاعة. الحقيقة كونت عليه فكرة. صوته كي تسمعه صوته مريح، تحسه قريب من القلب، تحسه يدخل لدارك هكا محلاها، ضحكته محلاها، سورتو ضحكته. كي دخلت للإذاعة قابلت برشا من اللي كنت نسمع فيهم في الراديو وعرفتهم، لكن اللي كنت نتوقعه على نبيل بن زكري باش نلقاه لقيته. قديش محلاه، قديش طيب، قديش الضحكة متاعه تخرج من القلب، ما يحسبهاش. عمري ما ريته متغشش، ديما يضحك مع الناس الكل، مع الضيوف اللي يجيوا للاستوديو، مع نحن وقتها مازلنا كي دخلنا جدد وقتها في إذاعة تونس الثقافية، في بداية مشوارنا مع الإذاعة ومع الميكرو. كيما تعرف مازلنا صغار وما نعرفوش وخايفين، هكا كي يعرضك في الكلوار كي يحكي معاك ما يحسكش اللي انت جديدة ولا مازلت كي دخلت للإذاعة، بالعكس يعاملك كأنك انت قديمة معاه في الإذاعة، وكأنك انت ديجا عملت كارير كبير في الإذاعة. يحكي معاك كأنك صحافي كبير ياسر ولا مذيع كبير برشا، وحتى كي تسأله هكا أي سؤال يجاوبك برحابة صدر كبيرة برشا. الحقيقة فقدت الطلة متاعه في كل ورات الإذاعة التونسية. تعودت وانا بيدي ديما نضحك الحقيقة، وين يراني ديما يراني نضحك وهو يضحك، وضحكته محليها، كلامه محليه، تشجيعه محليه. الله يرحمه خلى علينا بلاصة كبيرة برشا، برغم ما كنتش من العباد المقاربين ياسر ليه، لكن هاني قلت لك راهو يتعامل مع الناس الكل على أساس أنهم هما اخواته. الله يرحمه وينعمه، وإن شاء الله يجعل مأواه الجنة. نعيمة دسولي، صحفية في قسم أخبار الإذاعة الوطنية. براوة يعني برافو، هم باللهجة الصعيدية المصرية يقولوا براوة عليك. براوة عليك هي برافو على ما تقدمه وبرافو على ما قدمت. إلى روح أخي العزيز نبيل بن زكري، الله يرحمك ويرزقك الجنان بجاه الرحمن. أخويا نبيل كان لي أكثر من أخ وأكثر من صديق. كان آخر موعد معناها لقاء بيه اللي فاجأني بيه قبل ب3 أيام، سلمت عليه وكنت قاصدة ربي للعمرة، فجأة نلقاه يستنى فيا في المطار لتوديعي في المطار. كانت لي أعز ذكرى من خويا اللي كانت انطلاقتي معاه، كانت معناها من سنة 1985 وأنا موجودة في الكاسة. كانت العلاقة طيبة وحميمة، وكملتها بالعمل معاه لمدة 3 سنوات في مصلحة الدراما، واللي مريت منه كان الخير، اللي كان من أطيب الناس وأعز الناس. خويا نبيل ما تسمعش منه الكلمة الخايبة، يستحيل حتى وقت الغضب ما يعبرش على الغضب متاعه، ما يردش الفعل. كان الحاجة الوحيدة إنه يقول ربي يهدي، السكوت مع ربي يهدي. نتمنى له الرحمة في هالشهر الفضيل، إن شاء الله يرزقوا الجنات بجاه عرفات. بألف تحية لأختي لميا، ونقول لها ربي يعاونك على أنك توصل لأولاد الأعلى المراتب، ونقول لها اللي كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وإن شاء الله ربي جندها الأحسن رسالة، ونسأل الله جميعا حسن الختام. جليلة زرقاوي، مصلحة الدراما. محلاها كلمة ليك وحشة، محلاها كلمة عندك معزة كبيرة عندي، محلاها كلمة نحبك في الله. عام تعدى على وفاة أخونا وصديقنا وزميلنا نبيل بن زكري، عام كأنه أيامات.
نبيل ما ماتش، نبيل مازال في قلوبنا، نبيل مازال في مخاخنا، نبيل خياله مازال موجود في أروقة مؤسسة الإذاعة التونسية. وفاة كبير نبيل، صوته مازال يجلجل في وذنينا، خاصة أنه احنا فرد إيتاش، الضحكة والتبسيمة والفدلكة خلى علينا بلاصة كبيرة كبيرة كبيرة، فما بالك بعائلته بأحبابه وأصحابه المقربين. إن شاء الله ربي يرحمه، ربي ينعمه. إن شاء الله هذه آخر أحزان بالنسبة لمؤسسة الإذاعة التونسية. لن ننساك نبيل بنزكري، لبيب الصغير، رئيس مصلحة الرياضة بالإذاعة التونسية. شكرا لكم على كل الكلمات اللطيفة التي تصلنا، والكلام اللي يتقال لنا حبوش يتعدى هكا، يلزمنا نشكره من شكرنا ونحيي الروح اللي تجمعنا جميعا الحقيقة، وهالعائلة اللي اليوم تزيد تتأكد أواصرها. أكيد حصة سبيسيال شوية، ديديكاس ممكن كنا قبل نقولوه لنبيل بنزكري الله يرحمه. نبيل ممكن من الناس اللي عشرناهم واحنا وقت اللي دخلنا للإذاعة، كان ديما من الناس اللي يشجعونا واللي يقفوا معانا واللي ديما بالكلمة الباهية واللي ديما يعطينا كود بوس هكا، ديما يقولنا اخدموا على رواحكم، راهو مازال المستقبل قدامكم وراكم تنجموا تعملوا ديما حاجات اللي تحبوها انتوما في الإذاعة هنا. الله يرحمه، خلى كان الذكريات الحلوة، خلى كان الحاجات الحلوة اللي نذكروه بها نبيل، ديما الضحك على فمه، ديما يبدا وقت اللي ثم كرة يفرح بينا قبل ما ندخلوا احنا، ويبدا يسأل علينا ويسألنا شنو فما اليوم وشنو باش تخدموا، وينصحنا ويعطينا كلمة الباهية اللي تخلينا ديما موجودين معاه. زاد في ليميسيون نتاعو هو قبل ما ندخلوا سورتو احنا نهار لحد يبدا هو موجود في اللونتين، ومن بعد ندخلوا احنا الكلمة الباهية والضحكة والتبسيمة والحاجات الباهية الكل. ممكن ما نجمش توا نذكر في دقيقة المحاسن نتاع نبيل بنزكري الله يرحمه، لكن يقعد ديما أيقونة نتاع الإذاعة الوطنية، يقعد ديما إنسان بروحه المعنوية الكبيرة، بضحكته، بكلمته الباهية، بالتجربة نتاعه طويلة نتمنى أنه نعملوا حتى شطر متاحة هنا في الإذاعة، ولكن تبقى ديما ذكرى نبيل بنزكري ذكرى حلوة برشا، ويبقى ديما كلامه وقت اللي نبدأ باش نخدموا الرياضة من أحسن ما فما ومن أحسن الناس اللي خدمنا معاها هنا واللي وقفوا معنا. ديما يجيب حذانا البيرو يطلع علينا، يبدأ يسأل شكون اليوم في الماتش الفلاني، شكون باش يعلق على الدربي، شكون باش يخدم فينال، شكون يبدأ يلوج هكا ويعمل جو بعد الماتشوات، يجي هنا يبدأ نقاش هكا وديربي في البيرو قبل الديربي مثلا اللي يتلعب ولا حاجة، من الناس اللي مغرومين بالسبور واللي ديما يسأل على جماعة السبور واللي ديما واقف معنا نبيل بنزكري الله يرحمه. وإن شاء الله يقعد ذكرى حلوة نبيل بنزكري في الكلوار متاعنا ولا في الإذاعة ولا حتى في استوديو اللي باسمه هو، اللي وقت ندخلوا الاستوديو نبيل بنزكري، حاجة مزيانة برشا وحاجة تقعد ديما سامبول نتذكروه نبيل بنزكري في أي لحظة وفي أي خطوة وقت نبدأ في الإذاعة. شهير الكافي، قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية. سامحوني، ربما في هالسنوات اللي تقدمت شوية في العمر ولينا حساسين أكثر من لازم، ولينا نجيو باش نعبروا، ممكن الدمعة تسبق الكلمة، فما نحبش توا تنزل دمعتي قدامكم، ولكن صدقوني أثرتوا فيا برشا بالورود هذه. بدأت حكاية نبيل بنزكري مع الإذاعة من أواسط السبعينات، كان منبهر ومعجب بالأصوات الخارجة من جهاز الراديو. دخل صغير للإذاعة من خلال برامج الأطفال اللي كانت تتسجل في استوديو 5، ومشي يا زمان ويجا يا زمان حتى لنعدى مناظرة صوتية ونجح، وهو مازال موصلش عمره 20 سنة. ذكريات يرويها نبيل بنزكري في برنامج خليك على الخط مع هالة حمدي بتاريخ 5 أكتوبر 2020 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ظهر لي بديت الحكاية حلمة وما نعرفش كيفاش هالحلمة هذية بديت تتحقق، خاطر نتصور برشا من المستمعين اللي يسمعوك الأوفياء اللي هالصوت الحلو هذية بلبل الأثير ماذا بهم يعرفوا كيفاش كانت البداية. وسط السبعينات يعني منذ الصغر، برشا فنانين كي تقول له وقتاش بديت تغني يقول لك أنا بديت نغني عمري عامين، فباش تقول لك أنا كنت نغني في كرش أمي، يومي تسمعني وأنا نغني. لا أنا مانيش نقول تعلمت من الصغرى، ولكن من السنوات الأولى كنت مغروم برشا بالإذاعة. والسؤال اللي محيرني، هالراديو هذايا
كيفاش دخلوا في وسطها الناس وخرجوا الاصوات هذه. وساعدتني الحكايه معك الراديو اللوح الكبير هذاك، تحسه كبير يرفع شويه في درماماتي عندنا نخزر نشوف نلقى الانبوبه تشعل في تصوري شنو هالبيت هذه اللي هم في وسطها، واعطيوني المذيعين هذوكم اللي يتكلموا كيفاش الانبوبه تشعل. وبعد تطورت العلاقه مع برامج الاطفال في الاذاعه في هذا الاستوديو. نقول لك الاستوديو هذا استوديو 5. استوديو 5 كانت فيه تلقى السيده عليا قاعده من هذا الجانب، وفما البنك اللي من غادي، فما عم راشد قبل، ثم العازف الكبير محمود الثامري كان يعزف على اكورديون وغنيوا ان هالدنيا من السحر الحلال وكل الاغاني نتاع الطفوله الجميله. ثم عوضها باورج كبير، تعرف وقت اللي خرجوا الاورجات كان اورج من الحجم الكبير فرفيسه وخضراء، ويبدا عم محمود يعلم فينا في الاناشيد. ثم بدات العلاقه تتطور، انا نخلي الصغار ونمشي لاستوديو 2. استوديو 2 كان الكونسولات مش كيما تشوفها توا، كانت عاليه والتكنيسيان ما يظهرش منها، والتكنيسيانات نتاعنا كانوا كلهم يبداو لابسين بلايز ابيض. كانت فما اجهزه، فما اللي يدوروا حاجات قديمه نثبت عليها، يعني اثبات صغر ولكن نثبت عليها. من جملتهم كان زميلنا محمد فرج بشير الله يذكره بالخير، عاد نمشي له ونبدا نطل هذه شنو طونطون هذه شنو. منهم مره حطيت يدي في البوند وهي تدور على الهواء مباشرة. يا أخي صار لا هو جات عدات سلامات، أما رجل حمار أزرق خضار دارت الألوان الكل على وجهه، واستر ربي أنه كان البرنامج برنامج عادي. فخزر لي قال لي أنت باش يجي نهار وباش نلقاك هنا، انت باش تخدم هنا. وفعلا تحققت الفكره نتاعو بشويه بشويه، طبعا مع مسيره مع منشطين كبار. دخلنا تعلمنا، دخلت في مناظره في الاذاعه، انا نذكرها بفخر. علاش؟ مش لانه ال50 ما نجحوش اللي شاركوا في المناظره، لكن قعدت لي تاريخ عندي انا، والوثيقه الى حد الان موجوده عندك. كما اللي يسقط القسم الكل وما ينجحش وينجح واحد برك. فنجح سيد محمد نبيل بن زكري فقط، عليه بالاتصال بإدارة الإذاعة لمباشرة. أنت الوحيد اللي نجحت في 50 واحد، هذايا إنجاز في الوقت هذاك. إنجاز. شاف شاب صغير عمره يعني مازال ما بلغش 20 سنة، كان ممكن تضربوا نوع من الدعوة من لا أنا نتعلم على ناس كبار، نخزر لهم. قعدنا ب6 أشهر و7 أشهر وعام نخزروا للمنشطين اللي موجودين وما ناخذوش الكلمة. هذا يحكيه لي برشا من الزملاء انه ما كانش بالساهل قبل يقدم حتى فقرة، مش نحكيه على مباشر، وما كانش بالساهل انه يتم الموافقة على انه يدخل الاستوديو باش يشاهد الاجواء والكواليس، على خاطر وكأنه الحكاية كانت اصعب برشا قبل. فما قدسية كبيرة ساعة نتاع الاستوديو، استوديو البث المباشر، والقاعة الفنية اللي كانت لاصقة فيه اللي هي توا وين موجودة إذاعة الشباب توا، كانت القاعة الفنية. تلقى زادة اللي شادت القاعة الفنية الكلهم تبارك الله صحة بدن لابسين البلوزة البيضاء زادة، ويشوف واحد براني من الاستوديو يجيو ويثبتوا ويشوفوا. كان الحاج الهديل الغزواني الله يرحمه، الصادق زيان الله يرحمهم، زادة الكل أسامي قديمة ولكن كانت وازنة. سي البشير الخميري الله يرحمه ونعمه من آخر اللي غادرونا. تحس فما وهرة، تحس فما برامج، تحس فما هي البوند. تو كل شيء نوميريك، لكن احنا اللي بوند كانوا كبار قبل. الخبزه بوند هكا ساعات تطيح وفهم عاد انت وتتفرد، ساعات تلقاها من كلوار لاخر الكلوار غادي، والناس شاده وتسرح بشويه بشويه، ونعاودوا نربطوا هكا البوند هذيك وتتعدى الامور سلامات. فجعات كبيره، خوف كبير، لكن مقابل هذا فرح كبير، نجاح اللي اعطته لنا الاذاعه. صحيح احنا عطينا اعمارنا للاذاعه، ولكن الاذاعه اعطتنا شهره، اعطتنا محبه. قديش عندك؟ فوق 30 يعني لما كنت سنه 83 يعني انت حسابيا اعمل حسابك. فما اللي يقدم مني وفما اللي يقدم مني. اي صالح بيزيد الله يرحمه مكي كربول، وفرصه باش نترحموا على روحه الليله. الاسامي الكبيره نجيب الخطه، ابو صالح شغام، سي بشير ربي يطول في انفاسه، وخلطت على ايضا اسماء كبيره كما سي عبد العزيز الرياحي، سي عادل يوسف، برشا ما نحبش ندخل في كانت فما منافسه حلوه برشا بينك وبين عديد الزملاء. فما اللي غادرونا، فما اللي مازالوا موجودين، كانت فما اللحمه زي انا نحشم باش نقول منافسه. الحقيقه ما نتجرأش اني نقول باش ننافس صالح شغام،
ما نتجرأش نقول أنا في منافسة مع نجيب الخطاب. هي منافسة صحيح موجودة، أنا نحب نعمل حاجات حلوة كيف هو، لكن ديما يقعد فما قدر، فما شرعية تاريخية قبلك، فناس تعلمت عليهم. نجيب الخطاب هو السبب الرئيسي والأساسي في أني نلتحق بالإذاعة، تعلمت عليه. كان ذاك عام البكالوريا نتاعي، حضرت في عيد ميلاد برنامج ألوان وأجواء، ثم قلت عام البكالوريا الرجل عمل لي حصة خاصة كمستمع وفي للبرنامج. كنت نشارك ديما، وكانت عنده برامج مسجلة قبل، الحمد لله مازلت نحتفظ، والذاكرة شادة الأمور نتاعها، نحتفظ بالأسامي نتاع البرامج نتاعه. كان عنده برنامج إذاعي مسجل اسمه لو سمحت، مش لو سمحتم، لو سمحت. كان يتبث في الليل وكان مسجل مع جميل دخلاوي، فتحي إدريسي، فرج بشير، حمادي طرابلسي، مجموعة لتو نتذكرها واحد واحد. ثم استضافني في الحصة على أساس أني كملت الامتحانات وأنا ننتظر في النتائج. للأسف في البكالوريا تحت كنترول كما بلغة البكالوريا. للأسف وقتها حادث صغير جاب خاطري برشا، عمل لي حصة أولى في رفع المعنويات. يا نبيل راني نسمع في راك تسمع فيها توا، ونعرف اللي انت باش تنجح، يعني اعطاني شحنه معنويه كبيره. هذه فضل ما ننساهولوش. عديت الامتحان في مره في دورة المراقبه ونجحت. عمل لي حصه وحلويات ودنيا وفرقه وعدنان شواشي وعبد القادر العسلي ولطفي بوشناق ونستسمح الاسماء اللي نسيتها. من وقتها انا قاعد هكا، لا هذه الرجل اللي انا نراقب فيه، نحس عليه، نشوف الجلسه نتاعو قدام الميكرو، نشوف فما نوع من الهبال اللي تعطاه قدام الميكرو. واحد ينسى انه ما عندوش فلوس، ينسى انه عنده مشاكل في محيطه، ينسى انه ما خلصش فاتوره يعني يعمل عالم يحلق فيه. هيك التحليقه نتاع نجيب الخطاب هي اللي خلتني نتغرم اكثر ونتبع اكثر، وكنت نستعمل المصطلحات نتاعو. والتوا اعتقد اني ما زلت نقلد عن وعي او عن غيري لا عن وعي خاطر نعرف اللي انا يعني نحب الفازات نتاعو، فازات نجيب الخطاب. مسيرة مهنية طويلة قدم فيها نبيل بنزكري العديد من البرامج والمنوعات كما دروب الشمس، أنس وصفاء، طريق السلامة، وثلاثة على الهواء. سي حبيب شغام، اليوم حلقة خاصة بالذكرى الأولى لرحيل عزيز على قلوبنا الكل نبيل بنزكري. أكيد ثلاثة على الهواء. أي مثلا الله يرحمه صديقنا وزميلنا نبيل بنزكري، مات صغير نسبيا، كان مازال قادر باش يخدم ويعطي. ونعرفوا نبيل بنزكري كما برشا زملاء أخرين اللي غادرونا خلاو لوعة وخلاو ذكريات طيبة، وكما يقولوا والرجل حديث بعده، خلى بصمة، خلى نغمة معينة، خلى اختيارات غنائية. أنا بكري برك في الاستوديو عدينا غناية نبيل شعيل، فقلنا قلنا هذه غناية نبيل بنزكري، كان مغروم بها الغناية. تعرف احنا في الإذاعة معناها نحبوا بعض الأغاني وترتبط بنا بعض الأغاني نقدموها في برامجنا، وهذا كدليل على نوع من المحبة والصدق فيما نقدم، يعني حاجة نحبوها قدموها. نبيل بنزكري عرفته قبل مجيئي إلى تونس بعد وفاة شقيقي صالح جغام. لما كنت في ذاك المنستير بالطبيعة كنت نسمع البرامج ونتبع ونهتم بالأصوات الموجودة في الإذاعة، فكان نبيل من الأصوات المميزة كما زملاء آخرين كما وليد التليلي مثلا. احنا ارتبطنا الثلاثة بصفة خاصة بتعاون في الإذاعة من خلال برامج ومنوعات قدمناها مع بعضنا في مناسبات وطنية، في مناسبات دينية، مناسبة رأس العام، احتفالاتنا الوطنية، فكنا نشترك مع بعضنا لإدارة برمجنا مع بعضنا ومع زملاء آخرين باش نقدموا هذه البرامج والمنوعات، وكانت تسود بيننا المحبة والألفة. فما شيء من التنافس بالطبيعة، نحب نعمل أنا حاجة خير منه وهو كذلك يحب يعمل أحسن مني، وبذلك تكون فما فكرة في التكامل. صالح الإذاعة وصالح المستمع. صحيت.
فهمت. وكل واحد عنده طريقته وعنده صبغته وعنده أسلوبه الخاص اللي بيه يقدم برامجه وفقراته وأغانيه ويعمل حواراته. نبيل كان بشوش بصفة خاصة، حتى في الكلوار لما يعرضني أهلا بشغام أهلا بشغيم، فكانت تعلم حياة ديما كالابتسامة وكالروح المرحة وكالتعاون الصادق بالحق. في برنامج 3 على الهواء تعاوننا مع بعضنا، خدمنا مع بعضنا برشا، عشرات البرامج في منوعات، في شبكات الصيف، في رمضان. كنا نحضر البرنامج، نتفقوا، نرتبوا أمورنا، وكل واحد يجيب أغانيه. وفي بعض الأحيان هكا كنا نشاكسوا بعضنا بنوعية الأغنية اللي اختارها هو أو بنوعية الغناية اللي نختارها أنا ويختارها وليد. هو سي حبيب نبيل بنزكري اختياراته شبابية نوعا ما في الفترة هذيك، كذلك يميل إلى الشعبي كذلك، ينوع، ولكن معناها هذا راه حاجة طبيعية باش البرامج تكون متنوعة والمستمع يلقى ملاذه في نوعية من الأغاني. كيفاش كنت تحققوا التوازن؟ هو عنده أسلوبه وعنده طريقته في إجراء الحوار مثلا، وفي اقتراحاته لنوعية من الضيوف، وأنا كذلك، وليد كذلك، كنا نختلف، ولكن بذلك يكون هناك التكامل والتنوع، لأنه ضروري المنوع تكون فيها تنوع دون النزول إلى مستوى ما نرضوش احنا، فهمت. وكنا ننقد بعضنا في بعض الأحيان ونراجع أنفسنا ونقول له الضيف الفلاني لم يكن في المستوى، أو الأغنية الفلانية اللي تقدمت في البرنامج علينا أن نتحاشاها في المستقبل، لأنه نحرص في الإذاعة الوطنية نقدم الحاجة اللي فيها إضافة حقيقية وفيها رقي وفيها جودة كذلك، ما نسقطوش في الابتذال، ولكن نحرص بالدرجة الأولى على أن تكون المنوعة خفيفة مستساغة مقبولة ومهضومة من طرف المستمعين، وهذاك هو المهم، وهذاك هو اللي يبقى. نبيل حتى في الفترة الأخيرة لما مرض معناها ما كنتش أنا نتصور أنه باش يغادرنا وباش يتوفى الله يرحمه، ولكن قدر له ربي. شقيقي صالح أيضا توفى صغير 46 سنة، نبيل بنزكري قريبا من 60، ولكن مازال بإمكانه أنه يقدم، أنه يعطي، أنه يضيف، الله يرحمه. هذيك هي الدنيا. لطيف حبيب قعد كيك البيبي الكبير، هو ديما يقول عليه انا بيبي كبير، وكنا نفرقوا في الصفات على يقول لك لا نبيل خاطره صافي بيبي كبير، لا حتى انا نقول له حتى حبيب راهو بيبي كبير، نبدا شايخ عليه ويقبل مني. كيفاه جات الفكره باش تخدموا 3 مع بعضكم 3 على الهواء؟ كنت تنجم تخدم مثلا مع حد اخر مش حبيب شغام او وليد تليلي، كنتوا تنجموا مش 3 2 على الهواء مثلا. كانت الفكره تولدت في مكتب مساعد مدير الإذاعة وقتها سي خالد بن فقير الله يذكره بالخير، إن شاء الله يكون يسمع فينا. فأنا كنت موجود في الإذاعة، ثم التحق وليد تليلي بينا في أواخر الثمانينات تقريبا 89، ثم جاء حبيب شغام من إذاعة المنستير عام 91، جاء في أواخر في مارس 91 أعتقد إذا ما خانتنيش الذاكرة. المهم أن كنا قراب لبعضنا، صحيح حبيب أكبر شوية، أكبر منا شوية، أنا أكبر مني ب8 سنين حبيب شغام، ولكن برغم ذلك ما كانش يظهرك الفارق. كنا جيل واحد تقريبا نتاع الأغنية ونتاع الحرارة نتاع الخدمة والجري والمنافسة. هنا نجموا نتحدثوا على منافسة. تصور انت برنامج فيه 3 منشطين وكل واحد يحب يعدي الأغاني اللي يحبهم هو، ويحب يستضيف الضيوف اللي يحبهم هو، ويغطي الأحداث اللي يحبهم هو، اللي يمشيوا مع توجهه. التوجهات كانت مختلفة. هنا أنا نقول الاختلاف ديما رحمة، ساعات يخلي شوية اصطدام، أما اصطدام أخلاقي حلو. كنا حتى إذا كنا نختلفوا بحدة، لكن ما نضروش بعضنا، وكان هكا يجي كوكتيل حلو، وإحنا ما كناش نشعروا بهذا، ولكن الناس فهمته حبته، والدليل إلى حد الآن 3 على الهواء. فما تعرف وقتاش ما في 92 93 94، ثم رجعنا في 2009 إذاعتنا الوطنية. شيشخان 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 ايه يا سيدي، هذيك تاعها شيشخان، شغل الروح للروح مع نبيل بنزكري. الإذاعة الوطنية شيشخان أصل.
اختم بلبل الإذاعة نبيل بنزكري مسيرته ببرنامج باش يبقى خالد في ذاكرة المستمعين، شيشخان، هالعنوان القريب من التونسي واللي خذا حظ ونصيب كبير من نسب الاستماع. الزميلة أحلام المساحلي، وكلمات ليست كالكلمات لروح الأخ والصديق نبيل بنزكري. أنا مانيش باش ننسى تاريخ 6 جوان بالكل، سيظل هذا التاريخ محفورا في قلبي وفي ذاكرتي إلى أن أغيب عن هذه الدنيا، كما تواريخ أخرى تركت أثر في نفسيتي، كما تاريخ وفاة والدتي ولا تاريخ وفاة والدي. تاريخ 6 جوان تاريخ صادم الحقيقة لينا الكل، أما أنا شخصيا هذا التاريخ خلخلني من الداخل وترك في نفسيتي ندبة عميقة وعميقة جدا، لأنه نبيل لم يكن زميلا وفقط، لم يكن صديقا وفقط، بل كان أخ، وهو اللي أعطاني هذه المكانة، هو اللي قربني منه وقربني من العائلة في الحقيقة. فكان يقول لي أنا نعتبرك مثل نادية أختي، وانتي بمثابة عمة الأولاد أحمد وإيمان، ربي فضلهم. علاقتنا تجاوزت العلاقات المهنية ودخلت في مجال العلاقات العائلية، ذاك علاش افتقدته كثيرا وأنا أفتقده الآن جدا. 6 سنوات خدمنا فيهم مع بعضنا وكنا قراب ياسر من بعضنا، كنت نشكيله ويشكيلي وكنت نحكيله ويحكيلي. هذا إنسانيا. مهنيا أنا مدينة نبيل برشا حاجات، يكفي أن نقول أنه نبيل علمني كيفاش نتعامل مع الميكروفون في الوقت اللي كانت علاقتي بالميكروفون علاقة خوف. نبيل علمني أني ما نخافش من الميكروفون، لكن نقعد ناخو حذري منه، ما نخافش منه لكن ديما نخليه في بالي. علمني نبيل برشا حاجات أخرى في تعاملي بالميكروفون، والحاجات هذيك ديما نتذكرها والتوا نعمل بها. الأهم في كل ذلك الطريقة اللي قدم لي بها نبيل النصيحة أو المعلومة، طريقة خاصة جدا بنبيل بنزكري. المقربين منه يعرفوها، يعرفوا نبيل عن قرب، يعرفوا هذه الطريقة. نبيل ما يجيكش ويقول لك أعمل هكا وما تعملش هكا، خاطر نبيل تعامله مع الذات البشرية غاية في الرقي، ياسر عنده احترام لغيره وما يحبش يوجع غيره بالكل بأي طريقة كانت، ما يحبش يحسس غيره بأي نقص ما، حتى في تقديم النصيحة ليه يعرف كيفاش يقدمها بطريقة ذكية، ما يحسكش، طريقة جميلة، طريقة راقية، خاطر هو بالأساس فنان، إنسان بأتم معنى الكلمة. كان نبيل يقول لي مثلا كي يحب يوريني حاجة ولا يعلمني حاجة ولا يراني غلطت في حاجة، يقول لي أنا لا أحبذ هذا، أو نجيب الخطاب كان ينصحني كذا، وأنا تعلمت على نجيب كذا وكذا في التعامل مع الميكروفون، أو يقول لي بهذا الشكل يكون التقديم والتعامل مع الميكروفون أفضل، أو يقول لي هكذا أنا نحب نخاطب الناس. الكلام هذا ما يوجهوش مباشرة للمعني، ما كانش يقوله لي ليا أو لغيري، لكن كان يحرصوا أنه يبلغوا في سياق حديث كامل، حديث جانبي، وانتي تفهم أنه بعض هذا الحديث موجه لك. هذا اللي كان يصير لي أنا شخصيا، كنت نكبر فيه هذا التعامل، الله يرحمه، وأنا نعتبر نفسي في الحقيقة محظوظة في التعامل معه طيلة 6 سنوات،
عملنا مع بعضنا برامج جميلة وكونا ثنائي جميل، وأنا ممنونة لنبيل بهذا. عملنا مع بعضنا شيشخان، وكان فسح لي المجال باش نطور البرنامج ونقترح عليه أركان جديدة، وكان يقبلها بكل سعادة وبكل حب، ويقول لي يعجبني فيك الجانب الصحفي منك. ما ننساش كلامه بالكل، حتى كي كان يتربج بيا ويقول لي يا سيسوبانة، كان يقولها على الملأ وانا نقول له كيفاش تقول هكا، وهو اسمح لي أني أنا زاد نتربج بيه على الملأ وفي الميكروفون ونعيط له بلبل. كان هذاك أحلى على قلبي من العسل. لدرجة أنه مرة أحد المستمعين علق قال له يعني كيفاش هكا تعيطوا لبعضكم في الميكروفون، كيفاش هي تقول لك بلبل وانتي تقول لها حلومة أو تقول لها سيسوبانة، هذا ما يجيش يعني إعلاميا. فنبيل قال له راهي هذيك طريقة أو وسيلة نحب نبلغوكم قداش علاقتنا احنا راقية، وقداش علاقتنا فيها برشا حب، وقداش صداقتنا معناتها نقية، ونحب نعلموكم أنه العلاقات الإنسانية هي الأساس في كل شيء، وأنه العلاقات الإنسانية بهاك الصفاء هي الأجمل اللي يلزمها تكون موجودة. وهو هذه الحقيقة الرسالة اللي كان يعمل على أنه يبلغها للمستمعين، وكان يقول لهم حبوا بعضكم. كان حتى يوصينا احنا فريق شيشخان قبل ما ندخلوا للاستوديو أنه نكونوا منشرحين، أنه تكون البهجة خارجة من أصواتنا باش توصل للمستمعين، أنه يلزم المستمع يفهم أنه احنا راهو علاقتنا علاقة أخوة وعلاقة صداقة، مش زملاء بركة نخدموا مع بعضنا، ويلزم نعديولهم كل الرسالة وكل إحساس هذاك باش هما يتأثروا به ويحاولوا في عائلاتهم أنهم يعملوا به. نبيل مدرسة أخرى الحقيقة ما نجمش ننساه. الحمد لله أني كما قلت تعاملت معاه مش في شيشخان بركة، اللي كانت تجربة جميلة وحبوها الناس والتوا مازالوا يتذكروها. 6 سنوات مع بعضنا في شيشخان، لكن أيضا كانت عندي تجارب إذاعية أخرى معاه. كان نبيل بنزكري قدم يوم سعيد، وكنت أنا في الإعداد، كما كنت نعد له أيضا برنامج طريق السلامة اللي عملنا مع بعضنا تقريبا 2 أو 3 مواسم قدمناه مع بعضنا أيضا. وكذلك عملنا تجربة إذاعية أخرى، تجربة جميلة برشا، كنا نخرجوا فيها ونقدموا البرنامج من خارج استوديوهات الإذاعة، كنا نزوروا المؤسسات العمومية. كان البرنامج اسمه على الوطنية، أيضا من أجمل التجارب أيضا الإذاعية. من خلال هالتجارب الإذاعية هذه والبرامج الإذاعية هذه استطعت مع نبيل أن نكون ذاتي المهنية. كما قلت في البداية أنا مدينة له بذلك، هذاك علاش أنا نحس باليتم المهني الآن. فعلا أنا نحس باليتم المهني منذ أن غادرنا نبيل، ومكانة نبيل ما زالت إلى الآن شاغرة أعتقد في الإذاعة الوطنية. هذا الرجل أنا محظوظة أني عرفته وخدمت معاه وتعلمت منه، كان لي بمثابة الأخ والمعلم والزميل والصديق. هذاك علاش أنا أفتقده الآن، أفتقده وبشدة، أفتقده منذ 6 جوان 2023، وسيظل هذا الشعور بالافتقاد يلاحقني إلى أن أموت. فعلا أنا أشعر باليتم المهني في غياب قامة إعلامية اسمها نبيل بنزكري، الله يرحمه. باش نعطيكم سر يا مستمعين يا أكارم يا أصدقاء، أحلام جاتنا من المكتب نتاعها لهنا
في خطوه متزنه حلوه برشا، تفكرنا بك البنيات الصغار اللي يجيو ينقزوا هكا ماشي تشكلي شكلها، تعرفوها ولا لا؟ هذيك هي احلام اللي حبت تدخل، ومع دخولها للفريق دخلت روح من الحيويه ومن البراءه الطفوليه، ديما هكا بريئه احلام. وان شاء الله الحيويه هذه ننقلوها للساده المستمعين. الله الله عليك يا باهيه. شوف قداش تحبني هيك الطفله هذيك كالمراه، انا ديما نقولها طفله خاطر صغيره لكن انا كذلك نبدلها، اللي يحبني اللي يخزر لك بعين تشوفوا ب100 عين. حبهم الناس اللي تحب واللي تقدر وتعرف وتوقر وتعرف القيمه. شيشخان اصل نبيل بنزكري، ولا كما يحلو لي كما نعيط له بلبل الإذاعة الوطنية. نبيل العشرة الطيبة، البال الواسع، نبيل الصبر، نبيل الفدلكة والضحكة من القلب، نبيل حساس برشا، نبيل يرحمه صاحب صاحبه. أنا تعاشرت أنا وياه، قرينا مع بعضنا في الابتدائي، وقعدتك العشرة هذيك حتى للي وفاه الأجال فهمني ولا وتوفى الله يرحمه. نبيل عندي معاه برشا ذكريات. نبيل صاحب مواقف، نبيل تلقاه في كل حكاية فهمتني ولا. نبيل جيت تحكي له حكاية دمعته تسبقه. نبيل يصبرك، ونبيل هو بيدو كان يحكي لي ويفضفض وخلى بلاصة كبيرة عليا، خاطر كل ليلة لازم يكلمني حكاية ويحكي لي، يا باش يفرغ لي قلبه يا باش ينشد عليا. الحق خلى بلاصة كبيرة عليا الله يرحمه. ايش باش نحكي لك، واش باش نقول لك على نبيل بنزكري الله يرحمه. نبيل كي نهبطوا للمدينة ولا نمشيوا للرابطين، نبيل متعلق برشا بالمدينة وبالرابطين، بربط باب السويقة بحكم كونه مطوي حومة المطاوة. كي نمشيوا للحلفاوين يقول لي يا فؤاد راني كل زنقة فيها حكاية، كل زنقة فيها موقف، كل زنقة تذكرني بذكرياتي بطفولتي. نبيل باجي زادة، كي نمشيو الباجة يقول لي سيدي خويا راني كي نمشي الباجة راني نذكر صغري. نبيل اللي عنده برشا ناس ما يعرفوش اللي هو عنده أصول جربية، وفي باجة يقولوا لهم دار الجربي، التوا مازالوا يقولوا لهم دار الجربي. برنامج شيشخان عندنا محسوب 7 مواسم في المباشر. برنامج شيشخان اللي كان نبيل قال الراجل نعملوا معاه ديفولمون فهمتني في البرنامج كان ياسر سبونتاني فهمتني. نبيل عمره ما قال لي شنو اللي باش تعمل، شنو اللي باش توريني، شنو اللي باش تقدم، شنو اللي باش. نبيل يخليك براحتك، نبيل يعطيك الثقة فهمتني ولا، ويخليك هكا قال الراجل مرتاح فهمتني معاه في الخدمة. نبيل يرحمه كان يتوجع وما يوجعش، ما يردش الفعل، كان فهمتني في ساعة ما ينسى، في ساعة ما هكا فهمتني ما يحبش يوجع، ما يحبش شكون معناتها هكا ياخذ في خاطره منه، يبدا كحده يبدا يجري امان زعما ما تغشت عليا امان راني ما نقصدش. نبيل كان بار بوالدته أم نفيسة بالمناسبة نحييها، كان يحب أمه برشا، وكان قبل ما يطلع لدارو يتعدى لأمه قبل، كان عنده بر لأمه معناتها شيء من وراء العقل. ربي إن شاء الله يرحمه، وذيك هي الدنيا. فؤاد الزرلي، أو كما يحلو لنبيل مناداتي بسيدي خويا، ولا كان يناديني أبي الزرلي. الله يرحمك يا نبيل. لكل الأحبة، لكل الأصدقاء، لكل الأذهان الصافية والقلوب المتآنسة، أصحاب هذا الحجم الكبير في برنامجنا، لأنكم بكم ومعاكم وبكم أنتم نتقدم نواصل. محلاها كلمة اسم الله عليك، محلاها كلمة ليك وحشة، محلاها كلمة عندك معزة كبيرة عندي، محلاها كلمة نحبك في الله، محلاها كلمة رد بالك على روحك، ومحلاها كلمة ما بيناتناش، وكلمة تدلل، محلاها الناس اللي تسأل عليك وتراعيك وتقدر ظروفك حتى بكلمة، محلاها دعوة الخير من القلب. الكلام الحلو ما يلزموش مجهود باش يطلع،
لازم قلب صافي ونظيف فقط، والدنيا ورثها ربي. محلاها الدنيا بوجود ناس تحبك وتهتم بيك وتخاف عليك وتسامحك وتحس بيك وتساندك. الكلمة الحلوة صدقة ما تكلفك حتى شيء، بالعكس هي تزيد في رصيدك بالحب والاحترام ورضا رب العالمين. نبيل بنزكري كان صديق الجميع، يحترم كل زملائه سواء كانوا منشطين أو منتجين أو تقنيين. الله يرحمه نبيل بنزكري، أنا خدمت معاه سنوات في الإذاعة الوطنية. كان يعيط لي خالتي سعاد، كان ديما يدخل بشوش ويضحك، عمري ما ريته نهار منرفز ولا عمره تغلط له ما تغلطلوش. الله يرحمه كان ديما الضحك على في وجهه. كان معناه يحب برشا التكنيك ويحب برشا التكنيسيانات، وكان برشا متعاون، ديما ضحكته في وجهه. من ذكرش نهار خدمت لي سنوات في الإذاعة الوطنية، من ذكرش نهار مثلا ريته منرفز ولا تغشش على غنية ولا تغشش، ديما ضحكة، ديما خالتي سعاد، واللي يدخل يضحك في وجهه، واللي يدخل الله يرحمه وينعمه إن شاء الله في الفردوس الأعلى. سعاد بن مفتاح. نبيل الأخلاق الحميدة، الضحكة، الخدمة، الله يرحمه. زميل كان في الكولوار اللي يتعدى صباح الخير، الكلمة الباهية، ربي معاك، نهارك مبروك. حتى احنا في الإذاعة الدولية يقول زملائي وأخواتي في الإذاعة الدولية كانوا يدخلوا حتى الاستوديو البث المباشر يخزرون تحية لزملائنا في الإذاعة الدولية. قلب طيب الله يرحمه، خدام. احنا نقولوا الله يرحمه والعبد يجبدوا فعله، راهو ما يجبدوا حتى شيء. نبيل بنزكري انسان طيب، ما عندي حتى كلمه اخرى نقولها، انسان طيب الله يرحمه وينعم. قيصر بوزريبه الاذاعه الدوليه. كل صوت، كل فكر اتصل بيا سواء كان بالمباشر ولا بالكتابه ولا بالدعوات، ولا الحقيقه عجزت، ما لقيت حتى كلمة، ما نجمتش نلقى كلام يمشي مع حجم ما تم تقديمه لي. أنا نقول لكم الكلكم على رأسي، أولاد الدار مقابليني، محلاه وقت اللي واحد يدخل الدار ومعزز مكرم فرحان، تحس المحبة، راهو بالمحبة نقدم. يكفي من الكره، يكفي من الحقد، يكفي من المشاعر هذه اللي تهدم وما تبنيش وما تخليناش نقدمه. راهو وقت اللي واحد يصنع عالم وحده يحلق فيه وحده. مع نبيل بنزكري، الإذاعة الوطنية، شيشخان أصل، شيشخان. حتى من زملائنا توا ولاو يداعبوا فينا، اخزر انتصار المانع. ايش تقول؟ هاي هربت توا، هربت لي شكون انتصار زميلتنا انتصار المانع. سمي فينا واحد وكل واحد عطيته توصيفه، انا عمها وانت خالها وما نعرفش شكون سيدي خويا. نرجعوا لك انتصار. شيشخان. الحرفية، الانضباط، التواضع والقرب من المستمع هما أهم المقاييس اللي كان يرسمهم نبيل بنزكري في إعداد وتقديم برامجه. تميز ببساطة اللغة وطلاقة اللسان والقرب من المستمعين ومن مشاغلهم. نبيل بنزكري له معزة كبيرة في قلوب كل زملائه وأصدقائه ومستمعيه. بلبل الإذاعة، فارس الكلمة والأثير، عاشق المسرح، كلها ألقاب يستحقها نبيل بنزكري، الزميل والأخ والأب والصديق. 40 سنة عداهم في دار الإذاعة، وباش تبقى مسيرته خالدة وأعماله مرجع للجميع، وباش تبقى ابتسامته وأخلاقه العالية في ذاكرة كل أصحابه وأحبابه وكل واحد عرفه من بعيد وإلا من قريب. شكرا لكل من ساهم في تأثيث هذه الحصة، حبا وتكريما لاسم من ذهب في عالم الصحافة والتنشيط الإذاعي والتلفزي، نبيل بنزكري. كانت معاكم انتصار المانع. إن شاء الله يوصلكم صوت الخير، صوت البركة، صوت الأخبار الجيدة على وطنكم. ربي بقي الستر على تونسنا العزيزة. الحمد لله ديما عنا أمال كبيرة بأنه غدا سيكون أفضل. مؤسستي اللي كبرتني واعطتني الاسم انا نعشقها ونحبها ونغير عليها من هبه الهواء، ما نحبش حتى يد تمتدلها بالسوء سواء ماديا والا معنويا.